في الفيديو ده هنتكلم عن عملة ما ينفعش تخلو منها محفظتك الاستثمارية، وهي عملة جوب. طبعا العملة مصححة زي معظم السوق، مصححة يمكن 80% من البيك بتاعتها، 70% البيك بتاعتها كانت عند تقريبا دولار 80 أو حاجة زي كده. بس التوكن طبعا مش هنضحك على بعض، أداؤه مش أحسن حاجة، بس أنا شايفها عملة من أأمن العملات، لأن جوبيتر من أكبر الدي أبس أو التطبيقات الموجودة في الديفاي، من أكبر لو هنعتبره منصة لا مركزية هو أو أجريجيتور يعني، من أكبر المشاريع الموجودة، واللي أرباحها ما تأثرتش بشكل كبير باللي بيحصل في السوق، ومن أقوى الكوميونيتيز اللي موجودة، دايما شغالين دايما. يعني آخر حاجة عملوها هي الجوب برو. أنا دخلت جربته لقيته ده عشان معمول عشان الناس اللي بتشتري أو الناس اللي عايزة في الميم كوين. الترانزاكشن سريع جدا، والفيز بتاعته قليلة بالمقارنة بالبوتات أو بالحاجات التانية اللي استخدمتها. دايما هتلاقي التيم كل أسبوع أسبوعين في حاجة جديدة، بينتجوا حاجة جديدة من يعني مشروع موجود لتواجد حقيقي. بيكافئوا الناس اللويال ليهم. فأنا شايفه إن هو يعني طبعا هو مش ميم كوين، مش حاجة هتعمل 100 اكس وهكذا، بس شافه مشروع بالسعر ده عند سعر شراء مثالي يعني. بس هتكلم في حاجتين. لو انت هتشتري جوبتر لازم او حاجة لازم لو هتشتري جوبتر تعملها. لو هتستثمر في جوبتر يبقى انت محتاج تعمل ستاكينج. طبعا الستاكينج كلمة يعني معظم الناس او في الوسط بتاعنا، الوسط العربي، الستاكينج يعني حرام. لا، انا مش مفتي، بس هو الستاكينج في جوبتر هنا، انت لو عملت ستاكينج مفيش عائد اصلا، مش هتاخد فلوس. انت بتاخد فلوس مقابل انك انت بتصوت في الفوتس بتاع جوبتر. جوبتر هو داو او كوميونيتي او نادي، لما بييجوا ياخدوا قرار في المشروع في المشاريع بتاعتهم بيعملوا تصويت، فلازم عشان تصوت تكون عامل ستاكينج. وفي المقابل بيكون في مكافآت للناس اللي بتصوت، مكافآت بتوزع بالشكل ربع سنوي، وبتوصل مثلا من 15 ل25% من اللي انت عامل له ستاكينج. فانا يعني انا مثلا براكم في جوبيتر من اسعار 70-80 سنت لحد $1. فطبعا عند السعر ده انا خسران، بس لاني عامل ستاكينج وبشارك في الفوتس بتاعتهم من اول يوم او يمكن من تاني فوت. فانا تقريبا عند سعر يعني محفظتي منزلتش كتير. تمام. فهو جوبيتر اعتقد ان هي مسألة وقت بس، وان شاء الله هنلاقيه يمكن في اول 10 عملات ولا حاجة، لان الحاجات المماثلة ليه على يوني سواب مثلا، والحاجات اللي على اثيريوم، الحاجات اللي زيه، الماركت كاب بتاعها اضعاف الرقم ده. والفكرة ان هو حاجة يعني مشروع موجود وبيكسب كتير. ومؤخرا اضافوا الباي باك، يعني هو دلوقتي بقوا من الارباح بتاعتهم او جزء من الارباح بتاعتهم بقوا بيشتروا الجوبيتر ويعملوا ستاكينج. ف يعني هي مش نصيحة استثمارية، بس أنا شايف إنه لو أنت عندك محفظة استثمارية ما ينفعش تخلو من الجوبيتر. ومش بس لازم زي ما أنا قلت جوبيتر هتشتريه يبقى تعمل له ستاكينج، وعشان تشتريه وتعمل له ستاكينج لازم تكون بتشارك في الفوتس عشان تبقى ليك من الريورد، الاكتيف ستاكينج ريوردز والمكافآت بتاعة التصويت اللي بيعملوه. تمام. فنشرح ده سريعا، لان انا في ناس كتير لقيتها مستثمره في جوبيتر يعني، وسايبها على منصات مثلا او سايبها على فانتوم ما بتعملش بيه حاجه. فهو بصراحه بيخسر كده، بيخسر يعني. انت كونك ما بتعملوش ستاكين وبتشارك في التصويتات، فانت بتخسر 10-20% كل 3 شهور. طبعا هو عند السعر الحالي انا مش هقول لك استنى، انا اهدافي في جوبيتر مثلا يعني بالنسبه لي انا كهدف اول عند القمه بتاعته دولار 80 او $2. بس في وضع السوق الحالي انا طبعا انصح بانك تاخد راس مالك، تأمن راس مالك عند اول دبل يعني. فممكن عند 90 سنت ولا حاجة تأمن راس مالك. في حاجة بخصوص الستاكينج ان هو الكولين بيريود، او انت لما تعمل انستاك بياخد شهر عشان العملات ترجع مع محفظتك. تمام. فاحنا هنشرح هنا ازاي نعمل ستاكينج بجوبيتر. تمام. انا مش معايا جوبيتر في المحفظة دي، هدخل اشتري كام حباية. خلينا نشتري بمنتج مثلا. اوكي.
ده الأغراض الشرح بس. المحفظة دي أنا أعمل ستاكينج فيها بس. نعمل سواب. دي محفظة جوبيتر. ممكن تستخدم أي محفظة تانية. تمام. بصراحة المحفظة سريعة جدا. فاحنا اشترينا تقريبا 3 حبات 4 حبات جوبيتر، وندخل. ده نفس الخطوات تتعمل في فانتوم، بس أنا بستخدم جوبيتر. المحفظة بتاعته بصراحة يعني من أقل المحافظ في الفيز، ومن أسرعها. هندخل في المتصفح بتاع الجوبيتر. هنا هنلاقي فوت. ندخل هنا. المحفظة دي أنا عامل ستاكينج تقريبا 60 حبة بس. لو جيت أعمل فيو أكتب ستيكن ووردز، هتلاقيني على 50 حبة دول جالي تقريبا 5-6 حبات. تمام. في حاجة تانية برضو أضيفها هنا، إن أنت لو هتشتري مثلا 10,000 جوبيتر، فأنت تحط منهم 9,000 في محفظة واحدة، والباقي توزعهم ميات كده على 5-6 محافظ. ليه؟ لأن بيكون في فرصة لإير دروبات. لو الناس هتعمل إير دروب للناس اللي بتعمل ستاكينج لجوبيتر، وده وارد جدا، لأن جوبيتر أكبر دي اب موجودة على سولانا، ومن أكبر دي ابس الموجودة في الكريبتو عموما. فده بيزود فرصك. ممكن تلاقي اصلا انت محفظة عامل فيها ستاكن ل50 حباية جوبيتر، وجالك اير دروب مثلا قيمته 20-30 دولار. فانت لو معاك محفظة واحدة في كلهم في محفظة واحدة، فانت جالك اير دروب واحد. ماشي. طبعا ده مش اساسي ومش لازم يحصل، بس حصل قبل كده وكتكهنات بيحصل مستقبلا. في العادي ان هو الناس مثلا لو حتى تم اطلاق مشروع على ايثيريوم، الناس بتلاقيها بتريورد المشاريع او بتكافئ المشاريع الموجودة على الشبكات التانية. ده متعارف عليه في الكريبتو. فانا دي محفظة عامل فيها 50، محفظة تانية حاطط فيها 100، محفظة تانية حاطط فيها 200، وهكذا. المهم في محفظة الاساسية فيها معظم استثماراتي بجوبيتر. تمام. المهم نرجع لمرجعنا هنا. لو رحنا تاني قلنا هنروح لفوت. محتاج اول حاجة هتعمل نوتيفاي ميلي، هتدخل الايميل بتاعك. اوكي. هيجيلك كود على الايميل. استنى. جالي كود 2889 وهكذا. تمام كده. هيجيلي نوتيفيكيشن لما يكون في فوت، فادخل اعمل فوتنج. الفوتنج بيكون تصويت عادي. بيكون كام خيار، بتختار انت منهم اي خيار زي ما انت عايز، او ممكن تقرأ هو الفوت ده عبارة عن ايه. وبيكلفك تقريبا حاجة زي بتاع 10-20 سنت بس. طبعا الريورد اللي بتجيلك بتغطي الكلام ده. كلام فارغ بالنسبة للمكافأة اللي هتجيلك يعني. تمام. وبعد كده بنعمل ستاكينج. يعني انا هعمل ستاكينج هنا الماكسيموم اللي هم بتاع 4 حبات دول. اعمل ستاك. يبقى في مصاريف سولانا لا تقريبا لا تذكر، يعني كلام فارغ. تمام. لو جيت اعمل انستاك هتلاقي ان انا عزم معايا 62 حبة اهي. لو اعمل ستاك في رسالة جايلك ان انستاكينج تيكس بياخد 30 يوم. في حاجة مهمة لازم اتكلم فيها. انت ممكن تتابع الفيديو معايا وتعمل ستاكينج وما يجيلكش اي حاجة، لانك انت مش بتشارك في التصويتات. فانت لازم تشارك في التصويتات. يعني هنا دي كلها تصويتات انا شاركت فيها. تمام. وهتلاقي كل 3 شهور بيكون في اكتيف ستيكن ووردز. طبعا لو انت فعلت التنبيهات بالايميل، هيتبعت لك ايميل ان دلوقتي في تصويت، او دلوقتي ده الوقت بتاع الاكتيف ستيكن ووردز او مكافآت التصويت. تمام. ده نظرتي، يعني هي مش نصيحة استثمارية، بس حاليا الناس بتدور على ملاذات آمنة. ده مش ميم كوين مش هيعمل 100 اكس، بس انا شايفه من هنا على الاقل يعني هيعمله بتاع 10 اكس ولا حاجة. هل هنقعد فيه لحد ال10 اكس؟ لا طبعا. انا زي ما قلت لك ان هو احسن حاجة انك تأمن راس مالك عند دولار او 90 سنت، وبعد كده سيب الباقي ان شاء الله، لان ده مشروع مكمل. يعني مشروع مكمل لسايكل دي وسايكل اللي بعدها وهكذا. طبعا انت عايز تاخد ارباح في الطريق، خد ارباح في الطريق. يعني انا لو سعره مثلا بدأ يطلع معايا ل60 سنت، هبدأ اعمل ستاك لجزء من اللي معايا، بحيث ان انا اخد ربح او امن راس مالي. تمام. اسف لو الفيديو طول شوية، بس جوبيتر حقيقي من المشاريع اللي منفعش تخلو منها اي محفظة استثمارية. مشروع ليه يوتيليتي، ليه استخدام حقيقي. بيحققوا ارباح كويسه. ثانيا ان هم في السنه الجايه في يناير هيكون ليهم اير دروب، وبيكافئوا الناس اللويال او الناس اللي بتشارك معاهم جامد. شكرا لكم.